الكتاب بيحط برنامج كامل ازاي يبقى فيه موازنه علفيه متزنه، وفي نفس الوقت خفض مساحه البرسيم من 2 مليون فدان لمليون وربع فدان، والمساحه اللي فاضله دي نحولها لقمح. ورغم ذلك الحيوانات هتاكل في الشتاء وهتتبسط، لان الفكره ايه؟ الفكره لما تاكل واحد لحمه على طول ما هو هيضعف. انت طول الحيوانات في الشتاء بتاكلها برسيم بس، ما ينفعش، لازم تاخد عليقه متكامله. وبالشكل ده الكتاب بيبرهن انه يمكن مضاعفه انتاج اللبن وانتاج اللحم، وخطه كامله في ندرب مين وندربه فين ونوديه فين ونعمل ايه بالظبط ويتكلف كام، كل ده موجود. الجزء الثالث وهو الاهم اللي هو الثروه السمكيه اللي احنا بنعاني كلنا منها. وانا للاسف بقول لكل المصريين ما تاكلوش سمك منتج في المزارع السمكيه في مصر لانه كله ملوث. وهناك تقرير طالع من هيئه رسميه من وزاره الري بيقول كده، مش كلام انا، التقرير ده واضح وصريح، وعامله واحد خواجه، وكلام الخواجه طبعا بيعتمد دايما عندنا. فهو بيقول ان السمك في مصر ملوث. احنا بنحط بديل هنا. الوضع الحالي بيقول ان احنا بنزرع 300,000 فدان سمك. ده بنفقد ميه مقدارها 3 مليار متر مكعب ميه بخر ما بنستفدش منه. احنا بنحط بديل هنا، بنقول في نظام تاني من المزارع اسمها المزارع النصف مكثفه، ودي مزارع هنطلع السمك بميه نظيفه، لان مش هنستهلك ميه، الميه بتلف في المزرعه تطلع من السمك تتنظف ترجع تاني المزرعه، كل اللي بتزيد 10% من الميه. وكثافه السمك بتوصل ل 50 كيلو في المتر المكعب ميه مقارنه بكيلو في المتر المكعب في الزراعات الحديثه. في الحقيقه لما الكتاب ده صدر أنا أرسلته لكل من يهمه الأمر حسب العنوان، فبعثت للسيد رئيس الجمهورية والسادة رؤساء الوزراء المتتابعين من أول الدكتور عاطف صدقي والدكتور عاطف عبيد والدكتور أحمد نظيف وكل وزراء الزراعة ووزراء الري ووزراء التنمية ووزراء البحث العلمي، لكن لا حياة لمن تنادي. يعني كأن احنا ما عندناش حكومات، ما عندناش ناس بتقرا. يعني أنا متأكد إذا كان الكتاب ده عامل واحد خواجه كان بقى شكله تاني خالص. بعمل في أنشطة كثيرة حاليا. يعني أنا مدير الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، بنعمله دلوقتي الزراعة الحيوية اللي هي من غير كيماوي ومن غير أسمدة، والحمد لله ناجحين بشكل كبير جدا. وبرضو الحكومة لها دور، نأمل أنها تقوم بدورها فيه. يعني هناك أنشطة كثيرة، والحقيقة يعني عدم الاهتمام بهذه الدراسة أحبطني بدون شك، يعني لأن أنا شايف أن احنا بنتكلم على زيادة في الإنتاج الزراعي مقدارها 35 مليار جنيه في السنة، احنا مهملينهم كل سنة بنفقدهم. كل جملة الاستثمارات المطلوبة لتطبيق هذه التقنية 10 مليار جنيه، وأنا ما بنقولش هنا الحكومة تدفعهم، أنا بقول القطاع الخاص يقوم بدوره، بس الحكومة لها دور. الحكومة لها دور التنظيم والحث والتدريب وإيجاد النظام الكفيل بإيجاد هذه الوسائل التقنية عند المزارعين. يعني أنا مقترح هنا مشروع اسمه مشروع تمليك الآلات الزراعية لشباب الخريجين عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، اللي بيمول الناس عشان يشربوا كوكولا في الشوارع، يمول الناس عشان ينتجوا، يمول الخريجين اللي هم خريجين هندسه وخريجين زراعه يتملكوا آلات زراعيه، يتملكوا محطات خدمه، يتملكوا محطات صيانه، ويبقى في نشاط حقيقي في الريف. الريف فقير جدا، يعني الريف تحول دلوقتي الى مدن صغيره، كله عاوز ياكل من المدينه، يعني الخبز بيجي من المدينه للقريه، يعني دي مأساة.